سيد الوزير، سيدات وسادة النواب المحترمون، أتشرف أمامكم بتقديم مشروع قانون يتعلق بحماية التراث، والذي يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التاريخ العريق والمتجذر في قدم المملكة المغربية، ولترى التراث الوطني وتنوعه وفي ظل إكراهات حالية وتهديدات ومخاطر التي أصبح يتعرض لها هذا التراث في ظل ما ترونه وتسمعون عنه من محاولات الترامي والسرقة التي تعرض لها بشكل مسترسل من بعض الأطراف التي لا داعي لذكرها ولا سيما في الشق الغير مادي. أولا نتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس وأعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، على النقاش الهام والمسؤول والتعديلات التي قدمت خلال الاجتماع اللجنة. حقيقة هذا القانون نعم هو قانون الحكومة، هو قانون الأغلبية، هو قانون المعارضة، وهو التاريخية والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طبعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها، مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات. إضراف سن التراث الثقافي المغبور بالمياه، الذي يقصد به الآثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا بصفة دورية أو متواصلة، والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، لا سيما المواقع والبنايات والمواد البقايا والآدمية والحيوانية والحطم السفن. إدراج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، وبصفة عامة كل المعالم الطبيعية الثقافي الغير مادي الذي يمثل في مجموع الممارسات وتمثلات والأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها، التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد جزءا من تراثها الثقافي. هذه النقطة كتعني يعني بالخصوص المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين. إدخال المفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي الغير مادي. إحداث ولأول مرة السجل الوطني لجرد التراث، والذي يشتمل على الجرد للتراث الثقافي الغير منقول والجرد الوطني للتراث المنقول، وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي الغير مادي، والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه، والجرد الوطني للتراث الطبيعي، والجرد الوطني للتراث الجيولوجي. إدخال مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجيهات الاستراتيجية